طريقه ببساطه كده عشان ما يبقاش فيه خسائر في البل من ناحيتين. يعني بين العجله الصغيره والعجله الكبيره تقريبا. بص، انا محمود مصطفى وجاي برضه اعلمكم ازاي تغير عكس العجله بكل سهوله وانت في البيت بحبه حاجات بسيطه. بحبه حاجات بسيطه كده يبقى الموضوع سهل وبسيط. يلا بينا نتعلم ازاي. دلوقتي هنبتدي اول خطوه، لازم نجيب اكس جديد بالشكل ده. الاكس الجديد في العجل العادي اي اكس بيركب، او اكس لوك او اكس عادي. الحاجه الثانيه لازم يكون اكس ايفون. الاكس الايفون دوت بيكون كويس للعجل اللي الناس اللي بتلعب ستانت او كده، بيكون طويل وبيكون قوي لحد ما. يلا بينا نشوف ايه الحاجات اللي هنستخدمها تاني مع الاكس. هي مفتاح 17 ومفتاح 15 والاكس، وهنجيب بنسة عاديه او بنسة كلابه. ماشي، يلا بينا نشوف هنستخدم الحاجه ديت بكل بساطه ازاي. اول حاجه عندي عرفت ان الاكس معوج، اللي هو بص بالشكل ده معوج، يعني هو في خط هنا مش ماشي مستقيم. يعني لو جبت الاكس التاني بالنسبه له في فرق هنا، ده معوج بالشكل ده. اول حاجه عشان نبتدي نعملها دايما وانت بصوا بيبقى معوج بالشكل ده كده، بيبقى هو معوج. اول حاجه بنعملها عشان بكل بساطه وبكل حاجه بسهوله عندنا، لما تيجي تفك ما تفكش الاكس من الناحيه دي، تفكه من الناحيه دي بيكون اسهل. الناحيه اللي هي بتاعه اللي هي الديسك بتاع الاسطوانه، هي ممكن تكون العجله متبهدله شويه بس عشان هي بقى لها كتير مركونه. بعد كده بنيجي هنا بالبنسه الكلابه، بعد كده بتمسكها. مش شرط بنسه كلابه، يعني ممكن تنزل لاي ميكانيكي زي ما انا واخد العده من ميكانيكي كده، بيبقى الموضوع سهل وبسيط. يعني انا عشان ما عنديش عده اصلا، انت اي ورشه عندكم في البيت او اي حد تحتيكم او كده ممكن تاخد منه عده عادي. بعد كده بتيجي اول حاجه بالمفتاح ال 17، بتبقى ماسك من هنا بايد وهنا مفتاح ال 17، بتفكه بالشكل ده. وبكده بنفك الصاموله الاخرانيه. برضو نخلي بالنا الحاجه اللي تتفك من الناحيه دي هي هتبقى الناحيه دي، لان ممكن نحتاج حاجه من الاكس الجديد لان بتختلف بين عجل والتاني. بعد كده اول حاجه اول صاموله ب 17 وعلى حسب العجل برضو، والثانيه بتبقى 15. الثانيه دي ممكن تخلي بالك بقى عشان بص بيبقى تحتيها بلي، لازم تكون العجله مايله كده شويه عليا سنه وتفك بالطريقه دي، ما تحاولش تميلها الناحيه الثانيه. هي نعم بس هي العجله بقى لها كتير مركونه، فهتلاقي ايه الحاجه بتاعتها مش احسن حاجه. نسيت اقول لكم اللي احنا فيه شحم معانا كنا لازم نستخدمه. بص بعد كده بتفك الصاموله دي اللي بيبقى تحتها البلي. لو انت حابب تغير بلي سمعت صوت طقطقه او حاجه، وده يبقى ليها حلقه تانيه لوحدها ويبقى الموضوع اشرحه لكم بطريقه احسن. مبيبقوش اكتر ولا اقل، هما 9 بليات في كل عجله، وبتفرق بين عجله والتانيه، بين العجله الصغيره والعجله الكبيره تقريبا. بص بعد كده بقى عشان البلي ده 90% هيقع، لازم يكون معاك شحم اللي انت هتثبت البلي دوت مكانه. هي غالبا هنا في بليه زياده، لا مفيش بليه زياده، هما 9 بليات زي ما هم. انا هضطر عشان اثبتهم اجيب شحم، شايف انت؟ اجيب الشحم بالشكل ده كده عشان احاول اثبت البلي في مكانه. هو المفروض الاحسن يعني اللي انت تفك البل تفكه وتركبه من الاول وجديد، او تركب بلي من الاحسن من الاول وجديد. بس انا عشان البلي سليم عندي مفيهوش مشكله. بعد كده هوقف العجله بالشكل ده وهاجي من الناحيه الثانيه وبكل طريقه ببساطه كده عشان ما يبقاش فيه خسائر في البل من ناحيتين. كده انا طلعت الاكس. هبتدي اجيب الاكس الثاني الجديد اللي معايا، بس هفك كل حاجه منه. افك اول حاجه في ناحيه، افكها كلها كل الصواميل اللي فيها. بعد كده بنجيب الاكس الجديد بالشكل ده
بعد كده بتتاكد اللي هنا 9 بليات مفيش بلي وقع، وهنا 9 بليات مفيش بلي وقع، ولو وقع بنحطه بالشحم بطريقه سهله وبسيطه، هو حاجه حوالين داير كده. بعد كده بتحاول تدخله كده اكن بتاعت عمليه لا اله كده اللي هو كان بيعمل حاجه فيها. بص هنا عندي الحته دي قصيره وهنا طويله، فتعالى اقول لك انا هنعمل ايه. هتطلع الاكس سنه بره شويه كده، بس تمسكه كده وتحاول تحل شويه، تفك 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 لحد ما يبقوا الناحيتين متوازيين معاك. ما ينفعش ناحيه تبقى طويله قوي وناحيه تبقى قصيره عشان تكمل معاك كده. غالبا الموضوع هيكون احسن شويه. والصاموله اللي احنا فكيناها من ناحيه اليمين دي اللي هنربطها، عشان دي بالاحسن بتبقى قافله ليها مكان كده اللي هو بيقفل على البلي عشان ما يخشليش تراب او كده، فدي احنا بنستخدمها عادي. الا ممكن في حاجه تانيه ممكن نكون اللي احنا مش هنستخدمها لما تكون الصاموله دي مفوته او مثلا بايظه من هنا او حاجه، فالموضوع سهل بنعمله كده بكل سرعه. ما تربطش الاكس قوي بالطريقه دي. وبكده احنا ركبنا الاكس، هنبتدي نفك من الناحيه دي. الصواميل اللي احنا فكيناها من الناحيه دي بعد اول صاموله من جوه نركب الصواميل تاني عشان دي الابعاد بتاعه الفريم، عشان دي بيبقى مظبوط عليها الفرامل وبيبقى مظبوط عليها كل حاجه. بنجيبها بتاع هتيجي بالشكل ده كده، وترفع الجنزير زي اول مره وترجع بايدك كده وتبتدي تنزل، تبتدي تركب العجله زي ما كانت كده، بتلف معاك بالشكل ده ونبتدي نجيب